طبعا كان هو عمره والولادة، اجى حديث الولادة تقريبا على 7 شهور، ما اكتملش الولادة عنده. دخل الخداج تقريبا شهر، بعد شهر خرجناه قال اموره تمام. طلعناه من المستشفى، فاجأنا بعد فترة انه ما بيمشي ولا بيحكي ولا بيتحرك نهائيا. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. عرضناه على الأطباء، قالوا الأطباء أنه عنده شلل دماغي مأثر عنده على النطق وعلى الحركة. بعد فترة تفاجأت 24 ساعة ملزم على التلفزيون وبقرأ قرآن. الغريب أنه بقرأ قرآن بس كلام عادي، ما بيحكي، تحكي معه ما برد نهائيا إلا كلام قرآن. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت وتحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيق. حافظ القرآن كله كامل، أجزاء القرآن كلها حافظها. تفتح القرآن أي آية تقرأ له إياها بقولها كلها كامل بكملها. هسه صار عندهم نظام أرقام الآيات حافظهم كاملات، أي آية بقرأها حافظ رقم الآية كمان كلها كامل. ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلوها عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. شو الآية؟ سورة ايش؟ قصص. سورة القصص. رقمها؟ شو رقمها؟ ليه؟ كمان شغلة ثانية عنده مواسم الأعياد. عيد الفطر بنبه قبل شهر إنه عيد الفطر تاريخه كذا كذا بيوم كذا كذا. رمضان نفس الشيء. عيد الأضحى بيبلش يكبر قبل ب20 يوم، عيد الأضحى تاريخه كذا كذا يوم كذا كذا. والحمد لله رب العالمين. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يؤمنون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. مدارس لحد الآن مش متقبلينه من مرة. بقول لك طفل زي هيك بده رعاية، بده مرافق معه، كونه ما بيمشي وبتفوت لغاية هسه، وهي معاناة كثير مع المدارس. ما خلينا حدا. وزارة التربية الكرك في عمان خاطبوهم بس ما حدا راد ولا حدا مطلع على موضوع من مرة. أنا بس نفسي بس إنه يكمل دراسته يدخل مدرسة يختلط مع الأطفال بس. كان نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.